في الفيديو اللي فات ركزنا قوي على موضوع مين هما الميتالز والنون ميتالز والميتالويدز والنوبل جازز، ويعني فهمنا كده زي تقسيمه او الحاجات المهمه في البريودك تيبل. في الفيديو ده انا هركز على الاسماء بتاعت الحاجات المهمه عشان ما نتلخبطش. طبعا مش عايزكم تنسوا ان البريودك تيبل اصلا كان كبير كده وكان مدهول جامد قوي. لو كل ده كل اللي انا عملته ان انا خدت جزء من اول هنا كده لحد الكالسيوم. ده اسمه كالسيوم. دي الحاجات انا بس علمت الحاجات المهمه، وخدت كمان الجزء من اول هنا ونزلت لحد هنا كده وطلعت فوق. دي الحاجات المهمة عامة في البريودك تيبل. فأنا خدتها، كل اللي أنا عملته إن أنا خدتها وقمت حطيتها هنا كده. يعني كان في حاجات هنا في النص فأنا شلتها خالص، مش مهم، مش فارقة معايا. وقمت حاططهم مجمعهم كده، قافلهم على بعض. ده أخدته كده ناحية اليمين، ده أخدته كده ناحية الشمال، وقفلتهم على بعض واتكلمت على الحاجات المهمة في البريودك تيبل. في الفيديو ده بقى ركز على أسماء الحاجات المهمة اللي بتتنسي كتير قوي، لانها فعلا بتلخبطنا جامد جدا. ادوني ثانيه بس انضف الكلام ده كله. هوب كده رجعنا تاني للشكل المنظم. انا عامه هركز قوي على اسماء الحاجات اللي هنا، يعني مين ده مين ده مين ده، لانه اوقات كتيره قوي بنتلخبط بين الاسماء دي. مهم جدا نبقى عارفين ازاي نسمي في الكيمستري. فمثلا اكتر حاجات اللي بتلخبطنا جدا البي اي وكمان البي ار اللي هو اللي هنا ده، وفي بي هنا كمان. فالتلاتة دول خلينا اكتبهم هنا كده على جنب، البي اي والبي، وكان عندنا كمان البي ار. خلينا نكتب كل واحدة بقى. دي بنسميها بريليوم. ده بنسميه بورون. واخر واحد ده بنسميه برومين. لو بصينا بقى بعد كده، بعد البريليوم والبورون والبرومين، في حاجات تانية بتلخبطنا. خليني اعمل دوائر هنا كده بس على التلاتة دول عشان ما ننساهمش. التلاتة دول بيلخبطونا لان هما كلهم بالبي. لو ركزنا برضو عندنا مثلا ال Na، وعندنا كمان الاس. في ناس بتلخبط بين ال Na والاس، هقول لكم دي كمان دقيقة. وعندنا كمان ال N. دول بنتلخبط فيهم جامد قوي. وكمان خلينا اقول ده معاهم بالمرة على اساس ان في N. يعني هو عادة الناس بتلخبط بين التلاتة الاولانيين بس. اوكي، خلينا نقول التلاتة دول. ال Na ده الصوديوم. Na ده صوديوم. وانا عارف ان مفهوش ان ولا ايه، بس هو اسمه صوديوم لسبب ما. بعد كده عندنا ال N بس ده اسمه نيتروجين. ده الحمد لله في N في الاول اهو. يبقى ال N بس نيتروجين، لكن ال N ايه صوديوم. عندنا الاس ساعات الناس بتلخبط تقول ان هو ده الصوديوم على اساس انه اس يعني، لكن لا، الحقيقه ده اسمه سلفر. ده اسمه سلفر. بعد كده بعد الصوديوم والنيتروجين والسلفر، انا مش عارف ليه رقم خط، عندنا ال N E اللي هو نيون نيون. اعتقد دي ميك سنس جدا. فاحنا عندنا الاربعه دول برضو بنتلخبط فيهم. في شويه حاجات تانية بتلخبطنا زي الكي، الCA، كمان السي. وفي كمان الCU، بس هو مش هنا، هو تبع الجزئيه الكبيره قوي اللي احنا لغيناها. بصوا هتلاقي هنا في الكبر ده برضو بيلخبطنا جدا، اللي هو الكبر ده برضو بيلخبطنا جدا. فانا هاخده معايا برضو كانه كان موجود في البريودك تيبل يعني. فاحنا هنا عندنا الحاجات اللي بتلخبطنا هو الكي، وعندنا الCA، وعندنا السي، وعندنا كمان الCU. دول كلهم بيلخبطونا. الكي اسمه بوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم. والCA ده بنسميه كالسيوم. ساعات الناس لما اجي اسالها هو الكي ده اللي هو مين، يقولوا لي ده هو الكالسيوم. لا، ده البوتاسيوم. انا عارف ان ما فيهوش كي، زي بالظبط صاحبه ال Na. فانا عارف ان هو ما فيهوش كي، لكن الحقيقه هو اسمه بوتاسيوم. والCA هو كالسيوم. بعد كده عندنا سي كربون. سي بس كربون. ساعات الناس برضو تلخبط تقول لي السي ده هو الكالسيوم، لكن لا، الحقيقه الCU هو كبر يبقى الCU هو الكبر. دول برضو بنتلخبط فيهم كتير. عندنا الكي بوتاسيوم، سي كالسيوم، سي كربون، الCU هو الكبر. ودول معظم الحاجات اللي بتلخبطنا جامد. اخر حاجات ممكن نحطهم مع بعض، بس الحقيقه هحطهم تحت الصوديوم، تحت المجموعه اللي لونها احمر دي. هغير بس اللون اخليها بالاصفر. اللي هم مين بقى؟ اللي هم السيليكون والسيلينيوم. الاثنين دول سيليكون وسيلينيوم. سيليكون اللي هو الSI، على اساس يعني اس واس اي، فساعات بتتلخبط، بس ده الحقيقه اسمه سيليكون. الاس بس اسمه سلفر، لكن الاس اي اسمه سيليكون. ولو تلاحظ
انا كاتب السلفر بالبي اتش لكن هو مكتوب هنا بالاف، يعني لو عايز تكتبها كده او كده الاثنين يمشوا. الدنيا مش ستريكت قوي في موضوع البي اتش والاف في موضوع السلفر، لكن قصدي في حاجات تانية محتاج تكتبها زي ما هي بتتكتب يعني. انا عامه تعمدت انك تكتبها بالطريقه دي عشان تبقى شايف الاثنين قدام عينك يعني ما تتلخبطش. بعد كده عندنا السيليكون عندنا الاس اي، اس اي سيلينيوم، سيلينيوم سيلينيوم السيلينيوم هو اللي هنا ده. في اخر بقى شويه حاجات كده على السريع، الحقيقه انا مش هكتبهم لان هم مش بيلخبطوا، لكن هقول ان هم مهمين ان احنا نبقى عارفينهم. فمثلا عندنا الليثيوم، الليثيوم مهم قوي ان احنا نبقى عارفينه. مغنيسيوم طبعا ده اسمه ليثيوم، ده اسمه مغنيسيوم. عندنا اكسجين، فلورين، كلورين، عندنا ايودين. وعامه المجموعه دي كلها دول بنسميهم الهالوجينز، الهالوجينز دول كلهم بينتهوا بنفس النهايه كده، تحسهم كلهم عندهم زي سجعه كده او حاجه زي كده. فلورين، كلورين، برومين، ايودين، تحس انه كله نازل ان فلورين، كلورين، برومين، ايودين. وعندنا كمان الفوسفورس ده مهم جدا. دول اهم الحاجات. طبعا والالومنيوم، كنت هنسى الالومنيوم او ساعات بنكتبه الومنيوم يعني. لو كده او كده خلينا نكتبه بلون مختلف خالص عشان ده يبقى حاجه كده لوحده، ممكن نحطه كده في خط. ال AL ساعات لو انت لقيته في شويه تكست بوكس بيبقى مكتوب الومنيوم زي ما مكتوب هنا. ايه ده نسيت اكتب الومنيوم. وساعات بنكتبه ألمينيوم. بنشيل الاي اللي هنا، بنقول الومنيوم بنقول الومنيوم، سواء كده او سواء كده الاثنين مش زي الفل يعني. فده بالظبط برضه الالومنيوم ده مهم جدا. دي اهم الحاجات اللي انت هتبقى محتاجها كتير قوي في periodic table. ممكن كمان نحط الايرون بالمره لان الايرون مهم جدا هو كمان. الايرون اف اي ده اللي هو الايرون هو كان اسمه باللاتيني فيرو فعشان كده اف اي يعني. بس عامه الايرون بغض النظر انه ما فيهوش اي اف اي، ما فيهوش اي حرف من الاختصار بتاعته، بس اوكي هو ده الايرون. دي اكتر الحاجات المهمه اللي انت هتبقى محتاج انت تبقى عارفهم. مهم جدا تبقى عارف اسماء الحاجات دي عشان لما نيجي نسمي بعد كده compounds او نبتدي نعمل equation تبقى فاهم مين بيروح فين.